المرحلة دي صعبة قوي. أنا عايز أعمل جراج سيل. هي يا بنتي، عندك حاجات مش عايزاها؟ أوتش! أنا الباص دلوقتي. إيه اللي أنا دوست عليه ده؟ لعبك تاني؟ أنا زهقت خلاص، دايماً سايباهم في كل مكان. أنا هبيعهم. آسفة، ما كنتش أقصد أذيك. ما كنتيش تقصدي؟ وضبي أوضتك، هرجع تاني أشوف. حاضر يا بابا. بسرعة تعالوا هنا. ما تقلقوش، مفيش حد هيبيعكوا. دلوقتي هتعيشوا في البيت الصغير ده. ده فعلا بيقلب. حاسبي من عليا. أقفي. احنا فين؟ بصوا على ده، بقى عندنا أوضتنا دلوقتي. ده رائع جدا. استنوا، مين بتتفرج علينا؟ يا جماعة دي أنا. احنا مبسوطين إن احنا شفناكي. جبت لكم حاجة، دي هتساعدكم تستقروا. أهي جاية، امسكوا. مسكتها، يلا نشوف في إيه جواها. أنا كمان عايزة أعرف. شكلها رسومات. ده مخطط عشان نبني سرايرنا. هنا سريري وده سريري. أنا هبني أكتر سرير رائع في العالم. هنشوف الموضوع ده. وهم لسه بيقرروا. أنا هاخد أحسن مكان، سريري هيكون في الدور التاني. هاي، بس لازم أطلع فوق. أنا على القمة. إيه؟ أنا مش فاهم. انت اتأخرت. لأ، ده مستحيل يحصل. انت بتزحف زي السلحفة. اوبس، هو هيبوظ كل حاجة هنا. لأ، ده مش كويس. أنا لازم أهدي غضب. بابا، كل حاجة كويسة هنا. ميا، بتعملي إيه؟ أنا مراقبك. الأوضة دي لازم تكون مترتبة. حاضر يا بابا. أنا بتكلم جد. ده مشي. أتمنى غضب ما يكونش حرق أي حاجة. فرح، امسكي. شكرا جدا. طفاية الحريق دي هتطفي غضبه. أنا حاسس إني بهدى. حاسس إن أنا أحسن شوية دلوقتي. تقبل اللي حصل. هيجو، الأزمة عدت بسلام. إيديني دي، هستخدمها كزينة. هايل، بس بلاش تتعصب تاني. هعلقها هنا على الحيطة. الطفاية دي عاملة شكل حلو في المكان بتاعي. خلصت، شكلها رائع جدا. غضب بدأ يزين مكانه. مش ممكن أسيبه يسبقني. استني، أنا عارفة أنتي محتاجة إيه. كان هنا في مكان. لقيته. القطن ده هيخلي صدرك أحلى. امسكي. طيب، إيه اللي عندنا هنا؟ هايل، ده هينفع. لكن الأول لازم أصبغه بنفسجي. بس دي مش مشكلة، معايا سبراي عشان ده. هيكفي المفروض. يلا نبدأ. الحيطان بتاعتي الناعمة خلصت. أكيد أحلى من طفاية الحريق. مش مميزة قوي. حلوة قوي. أنا كمان لازم أزين سريري. أنا محتاجة فكرة. لقيتها. ممكن أستخدم كور الذكريات. بس إزاي هوظفهم؟ ميا، تقدري تساعديني؟ ثانية واحدة، هرجعلك حالا. إيه اللي عندي هنا ممكن يفيد فرح؟ لقيته. فرح، ده هيساعدك. شكراً، انتي فعلاً أنقذتيني. ده بالظبط اللي كنت محتاجاه. وقت إن نبدأ التزيين. هحول الذكريات دي لأحلى ديكور. عملتها. المكان بقى شكله سحري. خلاص كده الدهان خلص. محبط قوي. أوتش، راسي. لأ، هنبتدي تاني. انتي عملتي كده قصدك. استعدي، الهزار خلص. انتي اللي جبتي لنفسك. انا هلجأ لشتايم الناس الكبيرة. شكرا يا جماعة، اشوفكم تاني قريب. خلينا نحل الجدال ده بمعركة مخدات عادلة. اوتش، انتي هتشوفي. مفيش حد كسبني في المعركة دي ابدا. طيب، انا هكون اول واحدة. لأ، بلاش تاني. انا محتاجة مساعدتك. طيب خليني افكر. ازاي اوقف المعركة دي؟ فكرة وحشة. ده هيخلي الوضع أسوأ. طيب، أنا لازم أحل ده بنفسي. لازم تهدوا شوية يا جماعة. أوبس. انا بدور على شوية حاجات. ألعابي كانت هنا. هما فين؟ مش عارفة، ما شفتهمش. يبقى لازم ادور بنفسي. أكيد مش هنا. طيب، هشوف بنفسي. يلا نشوف. غريبة، ده فاضي. قلتلك. طيب، انتي كنتي صح. تعالي معايا.
حاضر يا بابا، أنا هرجع على طول، استنوني هنا. ده هيحصل قد إيه؟ دي المرة التانية النهاردة. عندك حق، ده بقى متعب قوي. إحنا كنا فين؟ يلا نكمل، المرة دي من غير المخدات. دلوقتي هتشوفي الحركة المميزة بتاعتي. استنى، خلينا ناخد سيلفي الأول. هكتب كابشن أنا والتور المتعصب بتاعي. إيه؟ أنت اللي تور. موبايلي، لأ. النهاردة يوم مميز، من سنة بالظبط اشتريتك. كل سنة وانت طيب. مستنيين ايه كلكم؟ جاسبر وأنا هنسبقكم، حصلونا. عملت آخر تحديث؟ أنا فخورة جدا بيك. ايه رأيك في مسلسل أندرويد ده؟ قصته حلوة قوي. تصبح على خير، ما تنساش تطفي المنبه. انت كويس؟ أنا كنت قلقانة جدا، عمري ما هسامحك على ده. كفاية خناق. أنا كنت هكسب. أكيد، ده في أحلامك. يلا نشوف إيه اللي ممكن ناخده معانا البيت. خلي بالكم، ممكن نلاقي حاجة مفيدة. أوه، أساس. أنا هاخد اللمبة دي. يا شباب، يلا تعالوا واختاروا حاجة لنفسكم. في أي حاجة مفيدة هنا؟ كرسي؟ ليه هحتاجه وأنا عندي سرير؟ لقيت لك حاجة مميزة. دلوقتي تقدر تطلع غضبك على كيس الملاكمة ده. كنت هلاقيه بنفسي. طيب، هاخده. هاي ملل، بصي لقيت لك إيه؟ القمر ده هيليق جدا على السرير بتاعك. أيوة عندك حق، أروح أعلقه. برافو. ما عندكمش فكرة قد إيه أنا مبسوطة بالأباجورة بتاعتي، كأنها معمولة مخصوص عشاني. تعالوا هنا، بصوا لقيت إيه؟ دي صورنا، يلا ناخدهم معانا. فكرة حلوة. سيبوا ده عليا، أنا هظبط كل حاجة. كل واحد هياخد الاستيكر بتاعه. خلاص خلصت. يلا نلزقهم على سرايرنا. في حد جاي، ممكن يكون الأب، هو أكيد هيبهنا. يلا نمشي من هنا. هاي، لسه في حاجة جديدة تاني نعملها. لازم نلاقي مكان نستخبى فيه. حد عنده فكرة؟ هي يا جماعة تعالوا هنا. ده هاجي. فين لعبك؟ ما عنديش فكرة. واو، ده غريب قوي، هتعامل مع ده بعدين. أنا ما شفتهمش بقالي كتير. لو مسكنا هنكون في ورطة. أكيد رميتيهم تحت الكنبة. مش فاكرة إن أنا عملت كده. استخبوا، هيبص هنا دلوقتي. أنا عارف إن هم هنا. مسكتكم. مستحيل، دول مش هنا كمان. كيو، كنا هنتمسك. يمكن ضعوا في مكان. فاكرة إني مش عارف إن أنتي خبيتيهم؟ أنا ما لمستهمش. اتفضلوا، ده ممكن يساعدكم. شكراً يا صاحبي، مش هننسى طيبتك. يلا نهرب، وقت الرجوع للبيت. بطلي تضحكي عليا. أنا بقولك الحقيقة، ليه مش مصدقني؟ يلا نتحرك، تعالوا ورايا، الوقت بيخلص. أوتش، انتوا ليه اتأخرتوا؟ اتحركوا. هي يا عبقري، عمرك حاولت تتسلق بأنفك؟ انتي كويسة؟ ما كسرتيش أنفك صح؟ وفين فرح؟ وسعولي. نطة حلوة، أنا مسكتك. أيوة، إحنا نجحنا. لو كنتي بتخدعيني أنا هعرف. طيب، تقدر تثق فيا. أخيرا هشوف لعبي. هو السلم ده جه منين؟ واو، يعني هما خلاص جوه البيت. كنت قلقانة عليكوا قوي، مبسوطة إن انتوا كويسين. يلا نكمل تزيين سريرنا. الخروجة الصغيرة بتاعتنا كانت تستاهل. أنا جبت الاستيكر العملاق ده، هيكون شكله رائع على الحيطة اللي جنب السرير. جميل مش كده؟ وانتوا أخباركوا إيه يا شباب؟ شكله مقبول. عندي لغز ليكوا، خمنوا من فينا الحقيقي. بصوا على الشاب الوسيم ده، أنا فخور. كنتوا صح، القمر ده مناسب للمكان جدا. خليه متعلق هنا. دلوقتي ممكن أطلع غضبي على كيس الملاكمة بدل ملل. دي علشان تخليك دافي. واو، جميلة جدا، دفاية مصنوعة بالإيد. انتي عندك ذوق حلو، حاجة رائعة زي دي مش المفروض تتساب. يلا نولعها حالا. نار، أوه، اشتغلت. قد إيه جميلة. الدفاية بتخلي المكان مريح. أنا منسيتش الباقي. ملك، دول ليكي. إيه ده؟ قطعة تانية المجاني؟ طيب، هينفعوا. دلوقتي ممكن أكمل تزيين سريري، بقى شكله رائع.
هي فرح، الهدية الصغيرة دي ليكي. رمية حلوة، إكليل جميل. شكرا يا ميا. أوبس، آسفة، لازم أفك التشابك ده. عصفورة في القفص. أوتش، ضربة حلوة. حاسة إنه هقع. كله تمام، قدرت أفك نفسي. أنا بحب الإكليل، دايما بيعمل جو احتفالي. لمسة أخيرة بس. هفتح النور. ده رائع. يا جماعة قولوا لنا في التعليقات سرير مين عجبكم أكتر، سريري ولا سرير ملل ولا سرير غضب؟ في حاجة ناقصة. صح، نسيت لمبة الأرض بتاعتي. كل سرايركم حلوة. إيه اللي بيحصل هنا؟ بسرعة استخبوا. استنوا، هنروح فين؟ أنا مش هنا. مشي خلاص؟ يعني هم عايشين؟ آسفة إن أنا خبيت عليك. طيب ممكن يفضلوا. شكراً، أنت أحسن أب في الدنيا. أنا بحبك قوي. بعت كل حاجة في المعرض اللي عملته، وعندي هدية ليكي. مش معقول، حلوين قوي. دي مش كل حاجة، تعالي ورايا، عندي مفاجأة تانية ليكي. أنا عارف قد إيه بتحبي تبني بيوت. شوفي ده. أنا مش مصدقة عينيا، ده تحفة فنية. هحط كل ألعابي فيه. فكرة رائعة يا حبيبتي. وهعمل لهم حفل افتتاح كبير. بجد؟ مش بتهزري؟ فرح، بقى عندك بيت جديد دلوقتي، كل أصحابك هيعيشوا معاكي. يلا بينا، أهلا بيكم في بيتكم الجديد. أنا واثقة إن هما هيحبوا المكان هنا. البيت الصغير بتاعي رسميا مفتوح. مبروك، بجد جميل. كلكم معزومين تيجوا تزوروني. أوه، إيه الصوت ده؟ لأ، بيتي اتحطم. إيه اللي حصل له؟ ده ظلم، حتى ملحقتش أعيش فيه. واحد فيكوا هو اللي دمره. واضح إن إحنا مش مرغوب فينا هنا، يلا نمشي. مفيش حد هيمشي. أنا هعرف مين اللي دمر البيت الجديد بتاعي. هتولى القضية. المحققة فرح جاهزة للتحقيق. غضب، أنت اللي عملت كده؟ أنا؟ مستحيل، دي كانت توتر. ده كان أنتي؟ ده بسبب حزن. أنتي دمرتي بيتي؟ لا، هي اللي كانت غيرانة منك. غيرة، اعترفي. ده هو. خجل، ده أنت؟ لا، ده كان أنتي. أصحابي، إيه رأيكم؟ مين اللي دمر البيت بتاعي؟ اكتبوا في التعليقات. يلا نكمل. غضب، محتاجة أفتشك. ارفع إيدك. طيب، لكن أنا معيش حاجة. أنا حاسة بحاجة، طلعها. أوكي، ده مجرد شاكوش. ها، اتمسكت متلبس. استنوا دقيقة، فهمتوني غلط. عندي شوية أسئلة ليك. امسك اللوحة. بتحاولي تعميني ولا إيه؟ قول تشيز. يلا ناخد صورة تانية. دلوقتي قول الحقيقة، ليه عملت كده؟ بقولك ما كنتش أنا، أقسم لك. بس الدليل بيقول غير كده. خليني أقولك إيه اللي حصل. كان المطر بينزل بشدة بره، وإنت كنت محتاج مكان تستخبى فيه، بس ما كانش معاك فلوس تبني لنفسك بيت. جربت تطلب مساعدة الناس، بس كلهم تجاهلوك. وبعدين شفتني وأنا بفتح البيت الصغير بتاعي في كل الاحتفالات دي، وحسيت إن ده ظلم. في اللحظة دي انفعلت، قطعت النور، ولما محدش كان شايفك دمرت بيتي بالشاكوش. مش هتقدر تخبي الحقيقة عني. أنا آسف، بس مش ده اللي حصل. لحسن حظي عندي كل الذكريات تثبت الحقيقة. سمعت إنك جبتي لنفسك بيت صغير جديد، فجيت أشوفه وعجبني جدا، بس لاحظت إن في حاجة ناقصة. ساعتها جات لي فكرة إن أنا أحط لك يافطة حلوة قدام البيت. استخدمت الشاكوش علشان أضمن إن اليافطة مش هتقع. طيب، صدقتيني دلوقتي؟ أيوة، كرة الذكريات مش بتكذب، أنت بريء. خد شاكوشك. يلا تعالى معايا.
جاي حالا. تفتكر غضب هيدخل السجن؟ لا مش هيحصل. توتر، ارفعي ايدك. لازم افتشك. ايه اللي في ايدك ده؟ هاتيه هنا. ده مجرد منشار كهربائي. مجرمة. استنوا، انتوا بتستعجلوا في الحكم. ابتسمي، خليني اخد صورة. ده سوء تفاهم بس. اظبطي شعرك، ناخد صورة تانية. دلوقتي عايزة اعتراف. أنا بريئة تماماً. طيب ليه عندك منشار كهربائي؟ خليني أقولك اللي حصل. انتي ما كانش عندك بيت لنفسك، فكنتي بتلفي وبتقعدي في أماكن عشوائية. وبعدين شفتي إعلان عن حفل افتتاح بيتي. لما جيتي شفتي بيتي الجديد والشيك، بس بدل ما تفرحي فكرتي لو أنا ما عنديش بيت يبقى هي كمان ما تستحقش، فنشرت البيت بالمنشار. ده اللي حصل. القضية اتقفلت. لا لا لا، هستخدم كرة الذكريات عشان أثبت براءتي. أنا كنت عارفة قد إيه بتحبي بيتك، واتضايقت لما الشجرة الكبيرة دي نبتت في حديقتك. ما قدرتيش تتخلصي منها. زعلت علشانك وقررت أساعدك، وهنا افتكرت إن عندي منشار كهربائي. انتي ما شفتيش إني كنت هناك عشان انتي كنت جريتي بعيد، وأنا كنت عايزة أفاجئك. مسكت المنشار وقطعت الشجرة العملاقة دي. بصراحة عملت شغل هايل. شفتي؟ أنا كنت بس بحاول أعمل حاجة حلوة، وأنا ممتنة جدا. اتفضلي منشارك. شكرا. انتي حرة، تعالي معايا. سألتك عن إيه؟ أنا بريئة. حزن، ده دورك. ارفعي إيدك. وقت التفتيش. يلا نشوف معاكي إيه. انتي مخبية حاجة؟ هاتيها. طيب خدي. هي اللي دمرت البيت. أيوة، أنا كمان شايفة كده. قولي تشيز. بس أنا ما دمرتش حاجة. ممكن تخلي الفلاش أقل شوية؟ اثبتي. قوليلي ليه عملتي كده؟ ضميري مرتاح. الأدلة بتقول غير كده، وده اللي حصل فعلا. انتي كنتي بردانة ومبلولة، ومفيش مكان تستخبي فيه من المطر. حاولتي تستخدمي المكبس كأنه مظلة، لكن ده منفعش. ما قدرش يحميكي من المطر الغزير، فبدأتي تعيطي. وبعدين شفتي إن أنا عندي بيت صغير جديد، وحزنك اتحول لإحباط. قررتي تدمريه عشان أكون أنا كمان برا تحت المطر. استخدمتي المكبس لرفع بيتي وضربتيه في الأرض لحد ما اتكسر لقطع صغيرة. القضية اتقفلت. بس ده مش حقيقي. أنا معايا كرة ذكريات وهتوضح اللي حصل. أنا سمعت صوتك وانتي بتصرخي، فجيت أشوف في إيه. اتضح إن في فيضان في حديقتك. نافورة مية ضخمة كانت بتطلع مية في كل مكان. ما قدرتش أسيبك في الورطة دي، وبما إنك جريتي عشان تجيبي مساعدة، مسكت المكبس بتاعي وبدأت أحاول أتحكم في المية، وفي الآخر قدرت أوقفها. أنقذت بيتك من الفيضان، فأنا ما عملتش أي حاجة غلط. عندك حق، أنا بتنازل عن التهم. يلا، مفيش حاجة تانية هنا ليكي. طيب المفروض أحط دي فين دلوقتي؟ تقدري ترجعي مع الباقي. غيرة، انتي عارفة النظام. دلوقتي هفتشك. يلا نشوف ايه اللي مخبيه. سلميه. طيب زي ما تحبي. يبقى انتي اللي عملتيها. انا ما لمستش بيتها. هنعرف الحقيقة حالا، بس الأول يلا ناخد صورة. خليني أمشي. أنا ما عملتش الجريمة دي. اهدي. دلوقتي اتكلمي. أنا ما أذيتش أي حد. طيب ليه معاكي مقص؟ أنا هقولك إيه اللي حصل. أنتي حبيتي بيتي الجديد جدا لدرجة إنك غيرتي منه وكنتي عايزاه لنفسك، بس ده ما كانش ممكن، فقررتي لو مش هتقدري تاخديه يبقى ما حدش تاني ياخده. قطعتي الكهرباء، وتحت غطا الظلام قصيتي بيتي الجميل وحولتيه قطع صغيرة. ولا استنتاج بسيط. استني،
نظريتك غلط تماماً. خليني أوريكي إيه اللي حصل فعلاً. اسمعي، أنا جبت المقص ده عشان تفتحي الشريط بطريقة احتفالية. بعترف إني ما كنتش فرحانة لك، فعشان كده خططت لحاجة شريرة. استنيت لحد ما رميتي المقص بعيد، وبعدين أخدته وقطعت السلك الكهرباء. عشان كده الكهرباء قطعت في كل مكان. بس ما كنتش متوقعة إني هخاف من الضلمة. كنت عايزة أصلح كل حاجة، فصلحت الأسلاك ورجعت الكهرباء. لكن وقتها كان بيتك اتحطم خلاص. شفتي، أنا بقول الحقيقة. بس ليه قطعتي الأسلاك؟ غيرة. ما كنتش عايزة حد يشوف بيتك الصغير، لكن أنا ما دمرتوش. طيب أنا مصدقاكي. اتفضلي المقص بتاعك. يلا نمشي، هتنازل عن التهم. ليه محدش عايز يلعب معايا؟ تقدري تمشي. خجل، ايدك فوق. هفتشك دلوقتي. الموضوع ده مش هينفع. وريني انت مخبي ايه. ده التدليك هو اللي عملها. انا مش مجرم، صدقيني. هنشوف. ارفع اليافطة علشان الصورة. انا دايما بطلع وحش في الصورة. اعترف، ليه دمرته؟ أنا ما عملتش حاجة، أقسم لك. أنا معايا دليل. نفذت جريمتك بالطريقة دي. أنا كشفت سرك. أنت في الحقيقة مهووس بالزغزغة. كنت بتدور على ضحية جديدة، وبيتي الصغير كان الهدف المثالي. فاستنيت اللحظة المناسبة، ولما غيرة قطعت الأسلاك استغليت الفرصة. أخدت سلاحك واتسحبت لبيتي المسكين، وعملت له مساج لحد ما وقع. جريمة فظيعة. أنا عرفت كل حاجة عنك. أنا مش مهووس بالزغزغة. هقولك اللي حصل بجد. أنتي صديقتي، وكنت فرحان جدا إن بقى عندك بيت صغير جميل. لكن بعدين الكهرباء قطعت، بقى ضلمة قوي. اتكعبلت ووقعت، وبالغلط دمرت بيتك. ما كانش قصدي. أنا كنت محرج جدا. سامحيني أرجوكي. أنا محرج قوي من اللي حصل. مفيش مشكلة، ما كانش قصدك. بس ليه معك أداة المساج؟ لما بتوتر جامد بتساعدني أهدى. فهمت. دلوقتي كل حاجة بقت واضحة. ما تقلقش، تعال معايا. أنا جاي. طيب مين المذنب؟ يمكن البيت دمر نفسه؟ خجل هو اللي دمر البيت بالغلط. القضية رسمياً اتقفلت. أنا محرج قوي. مفيش مشكلة، هنبني تاني. وعندنا الأدوات كمان. المنشار بتاعي جاهز، والمكبس جاهز للشغل. أنا عايزة أقطع الشريط. شكراً يا جماعة. أداة المساج كمان هتكون مفيدة. أنا فرحانة قوي إن إحنا هنبني بيتي مع بعض. يلا نبدأ الشغل. هنعمله أحسن من الأول. كلكم هايلين. أنا واثقة إن أنتوا هتعملوا شغل هايل. جاهزة؟ هنقدم لك البيت الجديد بتاعك. واو! النتيجة طلعت حلوة قوي. أنا ممتنة ليكوا جدا. هتدخلوا جوه؟ هي دي توتر؟ إيه اللي حصل؟ لازم نساعدها. حد هنا يعرف إسعافات أولية؟ فات الأوان. إحنا خسرناها. الموت حاجة مملة. بطلوا الكلام ده. مش هنستسلم للأمر الواقع. هنعمل إيه؟ ممكن يكون عندي فكرة. خليها بعدين. ابعدوا كلكم. لازم أطمن عليها. خلوني أسمع ضربات القلب. هي أكيد وبدون شك خلاص راحت. ده مش ممكن يكون حقيقي. ده كابوس. دي غلطتك انت اللي وصلتينا كده. أنا مش هكمل في حفلة الموت المرعبة دي. لازم أمشي. استنوا، محدش هيمشي من هنا. يا ريت كان عندي نار على راسي زيك، بس للأسف مش نافعة. كلكم مشتبهين فيكم. لسه ممكن ننقذها. تماسكي. يا جماعة اكتبوا في التعليقات، تفتكروا مين كان السبب في نهاية التوتر؟
واحد منكم اللي عملها وأنا هعرف مين. يلا نبدأ التحقيق. ليه كلنا في الكلبشات؟ أكيد في غلطة. سكوت. طيب نرجع للسؤال الرئيسي، مين فيكم السبب في نهاية التوتر؟ كان خجل أو حزن. قلت تهدوا. وبعدين أعمل إيه في كل النار دي؟ أعتقد ممكن ننشرها في التعليقات تحت الصورة. أنت كويس؟ فكرة ذكية ها؟ دلوقتي نرجع للشغل. الذكريات عندي هنا. وقت استدعاء شاهد. أختار مين؟ لو سمحت بلاش أنا. طيب أنا بستدعيكي للشهادة. مش مستعدة. كنت أقصد حزن. لا أرجوك اختار حد تاني. اهدوا. إيه ده؟ مين جاب ميركات هنا؟ انتوا في مشكلة دلوقتي. طيب كنا فين؟ حزن اتفضلي. تحت أمرك يا فندم. ما عنديش حاجة أخبيها. أنا جاهزة للشهادة. مستنية إيه؟ طيب هقول لكم اللي حصل. إذا أقدر أساعد رايلي. هاي أنا توتر. مبسوطة إني اتعرفت عليكي. لوحة التحكم دي جامدة قوي. هستلم الشغل من هنا. سيبيني. مستحيل، دي بتاعتي. رايلي أنا خذلتك. إيه اللي بيحصل لي؟ أوبس استني. يعني ده اللي حصل عشان تقتليها؟ أنتي قاتلة. جاهزة تلبسي بدلة السجن؟ استنوا لسه ما سمعتوش كل حاجة. في حاجات تانية. هو أنا عملت إيه؟ اتنفسي. أنا آسفة جدا بس لازم أمشي. باي. مش هسمح لك تمشي. لازم تفضلي عايشة. بقالي كتير ما حسيتش برعشة زي دي. شكرا يا صاحبتي، انتي أنقذتيني. ده اللي حصل بالظبط. أنا ما أذيتش حد. طيب ارجعي اقعدي. شكرا حضرة القاضي. أخيرا اتخلصت من الكلبشات دي. مين المذنب الحقيقي؟ كلكم شكلكم ما يطمنش. وقت الشهادة. غيرة. أنا مستحيل. مش هطلع هناك. ازاي تجرؤي وتتحدي المحكمة؟ النار دي جميلة. هحاول تاني. ازاي بيعمل كده؟ ثانية واحدة، محتاج أهدى. اطلع هنا. طيب أنا جاية. مفيش حاجة واضحة هنا. مش عارفة أشوف حاجة. هفضل مستنيكي للأبد ولا إيه؟ اتحركي. ثانية واحدة. هحط الصندوق ده وأقف عليه. ويا هي كرة الذكريات. مش عارفة أوصل لها. انتي متعبة جدا. خدي. شكرا. ركزي، لازم تخلصي. يلا نكمل. هوريكم دلوقتي ازاي ده حصل. أتمنى يعجبك. لأ. انتي ملكة الدراما بجد. ده ليكي. أنا بحب الورد. ازاي يعمل كده؟ أنا بحبه جدا. ما عنديش حل تاني. لازم أستخدم الجرعة السحرية بتاعتي. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذني دلوقتي. هزود شوية كمان. إيه؟ مذنبة، انتي سممتي توتر بالحاجات دي. بصوا أنا عندي الدليل. ده كابوس. ارموها في السجن. هاتي رجلك. استنوا، انتوا ما سمعتوش القصة كلها. الجرعة بتاعتي هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذني دلوقتي. دلوقتي هقول وداع للحب. خلاص مش محتاجة السلسلة دي تاني. باي باي. ما كانش المفروض نكون مع بعض. يا ترى غضب هيعجبوا تسريحة شعري الجديدة؟ توتر. عندي حاجة ليكي. السلسلة دي بتاعتك دلوقتي. واو، شكرا جدا يا صديقتي. أنا قلت الحقيقة. طيب أنا مصدقك. غيرة انتي بريئة. ممكن ترجعي مكانك. شايفين أنا قلتلكوا. أنا زهقت من الكلبشات دي. مبسوطة قوي إنك بقيتي حرة. ده كان سهل جدا. اللي بعد كده خجل. أنا بخاف من الكلام قدام الناس. مش هسمح بالكلام ده. أنت بتقلل من احترام المحكمة. يا فندم لازم تهدى شوية. اطلع على المنصة دلوقتي. طيب
بس ما تزعقليش، هقول لكم كل حاجة، مفيش حاجة أخبيها. أنا سامع كويس، ده اللي حصل كله. هاي خجل، انت فاشل. بطلت تتريقي عليا. ده ممتع. ايه اللي بيحصل مع رايلي؟ أنا حذرتك، بلاش تضايقيني، جه وقت الانتقام. انت عايز تعمل ايه؟ مش هتضربني صح؟ دلوقتي فهمت، انت قتلتها بالسلاح ده. ازاي تعمل كده؟ انت المجرم. هتقضي وقت طويل في السجن. استنوا، انتوا بتتسرعوا في الحكم، ما تحاولش حتى تستعطفني، انا ما كملتش القصة كلها. اسمعوني، انا خوفتك. طيب خدي ده. انت عايز تتبارز؟ بالظبط، يلا نشوف مين الفاشل الحقيقي. يلا نبدأ المعركة، دافعي عن نفسك. واو، ده كان قريب. دلوقتي دوري. حاولي تصيبيني. خد دي. آه. مؤسف جدا، كنتي هتصيبيني، بس أنا اللي هكسب المعركة دي. انا انتهيت. انت اذيتني، بتوجع جدا. انا بموت. ايه التمثيل ده؟ انت غلبتني. كانت تجربة ممتعة. طيب ايه رأيك نتصالح؟ بجد انا موافقة. يلا نكون اعز اصدقاء. خلاص كده، كنا بس بنهزر. طيب ممكن تقعد. خجل مش مذنب، امشي من وشي. أنا ماشي يا حضرة القاضي. اتصرفت كويس، احنا فخورين بيك جدا. أنا بس عايز أقعد في هدوء. يلا ننقل اللي بعده. المحكمة بتستدعي ملل الشهادة. ايه؟ انا ما اعرفش حاجة. كلام المحكمة قانون. احموا حقوق القشرة، هي كمان عايزة تعيش. تعالي للمنصة حالا، انتي بتضيعي وقت. انت مزعج جدا. فين كرة الذاكرة بتاعتي؟ اتفضلي. ده تضييع وقت قوي. ايه سلام على الكنبة المريحة دي. ايه اللي بيحصل هنا؟ قررت اخد استراحة صغيرة. قررتي؟ دي الكنبة بتاعتي انا، ما حدش ليه حق يقعد هنا من غير ما يستأذن. ده ذنبك انتي. ايه؟ دلوقتي فهمت، خنقتيها بالمخدة. اقبض عليها. بكل سرور، اثبتي مكانك. كفاية، خلوني أكمل. اتفضلي خدي المخدة، كده هتكوني مرتاحة أكتر. ده هاي، انتي أفضل واحدة. أنا خبيرة في الكنب، وانت ما صدقتنيش. طيب، كنتي صح، ملل بريئة. تشاو. فاضل انتي بس، أنا بطلب فرح للشهادة. مش هقول حاجة جديدة. أنا زهقت من ده جدا، كل مرة نفس الحاجة. يا شاب احترم نفسك. تعالي هنا. حاضر يا حضرة القاضي. اهي الذاكرة بتاعتي. اسمعوا كويس، في صرصار. واو، انتي عملتي ايه؟ أوه، يمكن كنت بتخيل. ومين جه؟ هاي، توتر. جه الوقت ان الكل يعرف ايه اللي حصل فعلا. لازم اهديها. اسفة. مين اللي طفى النور؟ ليه الدنيا ضلمت كده؟ ولا دي عيني بس؟ انا خايفة. يلا يا كتناب، اعملي شغلك. نامي. دلوقتي عرفتوا مين اللي عملها. مذنبة، كنتي بتحاولي تأذيها. فظيع، المجرمة. استنوا، رايلي كان عندها ماتش مهم، ما كنتش عايزاها تتوتر. نسينا رايلي خالص. ازاي ننسى؟ اجروا. خلينا نشوف هي بتعمل ايه. النهاردة أسعد يوم في حياتي. حبيبتي دي ليكي، كل سنة وانتي طيبة، اتمني أمنية. أنا عارفة بالظبط عايزة ايه، بس في الواقع مش هتفرق قوي. فرحة، بلاش تسيبي الدنيا، مش هيكون عندي حد تاني غير منه.
يا تانجو. أيوة، قولي. أنا قلقانة جدا. أنا قلقانة. فرحة، خليكي قوية. استنوا، يلا نتأكد من النبض. أنا آسفة جدا، هي خلاص راحت. كنتي شعاع الشمس. راحت؟ إزاي ده حصل؟ أنا ما عملتش حاجة. باي باي يا جماعة. حفلة رائعة، صح. اقفي، الكل يفضل في مكانه. فهم، ما تقلقوش. في جريمة قتل حصلت وأنا هحل القضية دي. قولوا لي مين اللي عملها؟ كلنا نفتقدها جدا. هاي يا جماعة، اكتبوا في التعليقات تفتكروا مين القاتل. لازم أفحص الجثة، أكيد في أدلة هنا. ودلوقتي ده إيه؟ استنوا، دي ذاكرة فرحة. هنكتشف اللي حصل لها. رائع يا فريق، نستاهلها. تحضيرات عيد ميلاد رايلي قربت تخلص. ممكن ملحقش أخلص في الوقت المناسب؟ ممكن أبوظ الحفلة كلها؟ ده مرعب. اهدي، عندك وقت كفاية. أيوة، أقدر أعملها. إحراج؟ أخرج. أنا محرج جدا. طيب، هحاول تاني بعدين. ملل؟ الحالة إيه؟ وضع الحفلة على أعلى درجة. حزن، إيه أخبار الكيكة؟ أحسن كيكة في العالم جاهزة. استني، إيه؟ رايلي بتكبر. هتكمل 13 سنة، قريب هتبقى ست عجوزة. لسه عندها كتير قدامها. يلا نفتكر رايلي وهي صغيرة. مستحيل. طيب، لو غيرتوا رأيكم تعالوا اشربوا شاي. هسيب الكيكة هنا. واو، يا ريت أكون 13 سنة تاني. استني، ما تلمسيش الكيكة. لازم نستنى شوية. دلوقتي هنولع الشمع. فين ولعتي؟ الكل يبعد. أوبس، يلا نحاول تاني. الولاعة خلصت. أعمل إيه دلوقتي؟ استنوا، فين غضب؟ حد شافه النهاردة؟ ما نعرفش. ساعدوني. القاتل. طيب، رائع. واضح زي نور الشمس، الجريمة حصلت لما الأنوار طفت. دلوقتي كلكم مشتبه فيكم، بس هبدأ استجوابي معاه. لكن أنا ما عملتش حاجة. هنشوف. ارفع اليافطة. في غلط، خلوني أروح البيت. اقعد، أنت غلطان. أنا خجول جدا عشان أقتل حد. ده اللي كلكم بتقولوه، مش هتقدر تخدعني. أنا عارف إنك بتكذب عليا. أنا ما أعرفش أكذب. آخر فرصة، قول الحقيقة. طيب، من غير أضواء. أهو، دي ذاكرتي، خلينا نشوفها مع بعض. أعتقد كل حاجة حصلت كده. فين غضب؟ حد شافه النهاردة؟ ما نعرفش. واو، مين طفى الأنوار؟ دي فرصتنا يا شاكوش، اشتغل. مش هنسمح لفرحة تتحكم فينا تاني. دلوقتي هكون الشعور الرئيسي. ده بيوجع. مين ضربني؟ ده شاكوش قلق. هو بيعمل ايه هنا؟ انت بتخطط لايه؟ اقف. لا، ساعدوني. القاتل. هي قالت القاتل. ده اللي حصل. دلوقتي شفتوا أنا مش مذنب. القاتل هي قلق. دي نظرية مشوقة. آسف، بس الأفضل أمشي. إحراج بيحب يتخيل. اقفي عندك، ما تتحركيش. ايه اللي بيحصل؟ أنا متهمة؟ عايز ترميني في السجن؟ بس أنا عندي فوبيا الأماكن المغلقة. اقعدي. ليه كلام شديد؟ هو ده مقلب؟ بتهزر معايا؟ كفاية أسئلة ملهاش لازمة. يلا نركز. أعتقد إن القاتل أنتي. أنت غلطان. اعترفي بالحقيقة، اعترفي.
أعترف؟ الحقيقة ما عنديش حاجة أعترف بيها. ما أعتقدش.